السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي أقولك النهاردة ازاي تعملي حلويات كرات التلج للعيد. بتبقى لذيذة قوي وجميلة لو قدمتيها في العيد، وبجد خطيرة. ممكن تعمليها في أي وقت، كمان سهلة وبسيطة وسريعة وبثلاث مكونات، مش تاخد منك وقت خالص، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ جدا. يلا نتعرف بقى على طريقة تحضيرها. اذكري الله وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا في المقادير البسيطة جدا بتاعتنا كوباية من الزبدة أو السمنة. الكوباية دي تكون الزبدة أو السمنة باردة، ما تكونش مجمدة، وفي نفس الوقت ما تكونش سايلة. هنحط عليها نص كوباية من السكر البودرة، وهنخلطهم مع بعض. تقدري تخلطيهم بالمضرب زي ما أنا عملت، وتقدري تخلطيهم بمعلقة أو بأي حاجة. هيبقى اختلاطهم سهل، بس هنخلطهم بضمير شوية، يعني نخلطهم زيادة شوية. السكر هيدوب بسهولة مع الزبدة أو السمنة، وهيبقى عندي بالشكل ده. خلاص كده تمام. بعد كده عندي ربع كوباية من السوداني المجروش. نخلي الجرش بتاعه متوسط، ما يكونش يعني مفرفت قوي وما يكونش قطع كبيرة. ربع كوباية بس من السوداني المجروش. بس كده، وهيبقى لنا نضيف الدقيق، وهما اسفة 4 مكونات مش 3. انا اتلخبطت في اول الفيديو، معلش. الدقيق هنضيف اول كوباية دي وهنقلبها معاهم. طبعا انا مش عايزة اخلط كتير علشان ما يطلعش كده عرق زي المخبوزات ويتبوظ معايا الوصفة. فانا بشوف الاول، بخلط كوبايه دي وبشوف انا هحتاج تاني، فلقيت نفسي محتاجه تاني. احتجت نص كوبايه من الدقيق كمان. اجمالي هتحتاجي من كوبايه ونص لكوبايتين من الدقيق. وطبعا ناخد بالنا علشان القوام عندنا ما يشققش او يبوظ معانا، فاحنا بنحط الدقيق شويه بشويه. خلاص كده، كوبايه ونص من الدقيق وخلطتهم مع بعض كويس. لو لسه ما عملتيش لايك للفيديو، يا ريت تعملي لايك وتقولي بتتابعيني منين. انا عايزه اقولك ان ميكس السوداني مع المكونات بتاعتنا هيخليها في حتة تانية خالص. طعمها بجد خطير، وتقدري زي ما قلتلك تقدميها في العيد. كل عام وانتم بخير. وتقدري كمان في اي وقت تحضريها لضيوفك، مفيش مشكلة. ده القوام اللي انا عاوزاه. قوام ما يكونش بيلزق قوي في ايدي، وفي نفس الوقت ما يكونش لو دوست عليه شق. هنجيب بقى الصينية اللي هندخلها الفرن، وهنبتدي نعمل كور صغيرة بالشكل ده. اعملي الحجم اللي انت حباه، ممكن اكبر او اصغر من كده، مفيش مشكلة خالص. انا عملتها متوسطة. هنعمل كل الكمية اللي موجودة معانا على شكل كور، ومش هندوس عليها خالص، لان هي طبيعي ان فيها زبدة او سمنة هتفرش شوية. فهنعمل شكل الكور كده، وبعد كده هندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. هتاخد معاكي حوالي 10 دقايق، مش تاخد مننا لا وقت ولا تكلفة ولا أي حاجة خالص. عايزة أقولك طلعت معانا هنا من الفرن ونفشت، فرشت قصدي شوية زي ما قلتلك. وكده التسوية المظبوطة بتاعتها، مش شرط خالص الوش بتاعها يتحمر. ولو حابة تشغلي الشواية في الآخر تحمري الوش، مفيش مشكلة. شوية كده من السكر البودرة ونغطس فيه كل قطعة ونطلعها. كل الكمية هنعملها بنفس الطريقة. نعمل بقى جنبها كده كوباية النسكافيه ولا كوباية الشاي، حاجة كده خطيرة. بجد حلويات كرات التلج دي مش هتبطلي تعمليها. وإضافة السوداني فرق جدا في الطعم معاها. أتمنى تجربوها، وأتمنى تنال إعجابكم. أنا عايزة أقولك إنها ناعمة خالص جدا جدا، زي يعني الغريبة والحاجات النواعم الجميلة دي. والسوداني طبعا باين فيها زي ما شفتي بالشكل ده. بس كده، بكده نكون وصلنا لنهاية الوصفة بتاعتنا. أتمنى لكم يوم سعيد يا رب، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.